السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الكروب، سلق وتقطيع وكمان حشو. طريقه سهله جدا. اول حاجه اختيارك للكرنبه، ولازم تختاري كرنبه كويسه تقلبيها على وشها، وبالسكينه بتبتدي انك تقطعي الجزء اللي من فوق ده، بيتقور معاكي بالشكل ده. وبالنسبه للسلق ففي طريقتين. اول طريقه انك تحوشي كده ورقه ورقه زي ما انا بعمل، وتبتدي انك تسلقيها في الميه السخنه واحده واحده كده. والطريقه التانية انك تاخدي الكرنبه كلها زي ما هي وتنزليها في الحله. انا هوريك الطريقتين. اول واحده، ودي صراحه اللي انا بفضلها، انك تخلعي ورقه ورقه من الكرنبه وتبتدي انك تسلقيها، ما بتاخدش معاكي ثواني وحرفيا وبتطلعيها الكرنبه كلها بتخلصيها في 5 دقايق وانتي واقفه، مش بتاخد معاكي وقت. والطريقه دي بفضلها لو لسه مبتدئه. كده خلاص هطلعها، ومش محتاجه ان انا ابردها لانها ما اخدتش وقت. يعني اقصد مش محتاجه ان انا احطها في ميه ساقعه لانها ما اخدتش وقت في السلق. ودي اول طريقه سلق الكرنب، وبصراحه سهله جدا. الطريقه التانية ودي اللي ماما بتحب تفضلها، وهي حرفيا اللي كانت صورتها معايا، بتقلب الكرنبه كلها من الفتحه اللي احنا حشناها اول مره، تنزلها كلها زي ما هي، وبتسيبها كده حوالي دقيقتين 3، وبعدين بتروح قلب الكرنبه، وبتبتدي انها تشد يعني ورقه ورقه بالسكينه من عند العرق زي ما حضراتكم شايفين كده. مش بتسيب الورقه كتير، مجرد بس ما هتطلع واحده بتروح مطلعه التانية، وهكذا لحد ما تخلص في كل الكرنبايه. الطريقه دي ماما بتفضلها، لكن انا بفضل الطريقه الاولانيه اللي هي ورقه ورقه، بالنسبه لي بتكون اسهل. شايفين كده الورقه معايا متماسكه ما شاء الله، ما فيهاش اي حاجه ومش دايبه. هبتدي اقطع معاكم، وطريقه التقطيع سهله جدا. العرق ده هو اللي هتخلص منه. هتني الورقه كده على بعض، وهقطع العرق، وبعدين هبتدي ان انا الف الورقه، هخليها زي ما هي طبقتين على بعض، وهلفها وابتدي اقسمها المقاس اللي انا عايزاه. حابه تطويل الصباع، يعني المحشي يكون طويل او قصير، بتتحكمي فيه من خلال قطعك للورقه. الزيادات اللي بطلعها من الورق المحشي مش برميها، لا انا بخليها عشان احطها في قعر الحله يعني. وكده انا خلاص خلصت كل الكرومبه ما شاء الله، ما اخدتش معايا خالص وقت. وفي اللحظه دي تقدري انك تخزنيه عندك في الفريزر وتستخدميه في اي وقت، مجرد ما تجيبي اكياس التلاجة وترصيه في قلبيه زي ما انا لفاه كده، او ممكن تقطعيه برضو وتجهزيه انك تطلعي تحشي على طول. ودي بقى طريقه التقطيع بتاعتي. بفرد الورق واقطع على قد الصباع اللي انا عايزاه، يعني عايزاه كبير او صغير. هقطع كل الكميه بنفس الطريقه. دلوقتي هبتدي الف الورق اللي كان متقطع معايا، او اللي انا كنت بقطعه من الاخر مثلا من اثناء التقطيع، بحطه في قلب القعر. والحركه دي بتخليكي لحد اخر صباع تكلمني الحله ما يكونش لازق فيها. وبرضو بحط بصل، يعني بصلايه بقطعها، بتدي طعم حلو قوي للمحشي. وحاولي ما تحطيش رز كتير عشان ما يطلعش منك اثناء التسويه. بالنسبه لخلطه المحشي انا عملتها كتير على القناه قبل كده، فما حبيتش ان انا اكررها تاني في الفيديو. انا بحب ان انا الف ورقه المحشي على ايدي، بفضل الطريقه دي صراحه. في ناس بتحب انها تفرد ورقه المحشي على الرخامه وتبتدي انها تلف، والطريقه برضو اللي تفضليها وتحسيها اسهل بالنسبه لك اعمليها. والزيادات اللي بتطلعيها من الكرومبه زي مثلا العروق او القطع اللي بنقصقصها مثلا زياده، ممكن تخلليها بيكون طعمها حلو قوي. في برطمان، عندك اي برطمان، تحطي ميه اللي انت سلقتي فيها الكرنب، تحطي شويه بس، او اي ميه نضيفه، يعني مش شرط الميه اللي سلقتي فيها الكرنب، مع شويه شطه وشويه ملح، وخلاص كده بقى عندك مخلل الكرنب. مع اي اكله بيبقى طعمه حلو.
وتسيبي بس يا دوب اسبوع ولا حاجه عقبال ما يتخلل، وبعد كده تبتدي انك تاكلي منه عادي. حاولي وانتي بترصي المحشي يكون عكس بعض علشان التسوية بتاعته تكون مظبوطة. شايفين ما شاء الله مفيش ولا رزاية طالعة برا. ودلوقتي هبتدي اسوي عشان التسوية تكون طالعة معايا مظبوطة، وصباع المحشي ما يكونش معجن من جوه، والرزاية تكون مظبوطة. لازم الشوربة اللي تضيفيها تكون بالظبط على قد المحشي، يعني ما تكونش مغرقاه، وفي نفس الوقت ما تكونش قليلة. يعني زي كده تحركي المحشي وتكون هي في سوا المحشي بالظبط. كده اكون خلاص خلصت وغرفت كمان. شايفين ما شاء الله اللون. كده الفيديو يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لي تحت في التعليقات الوصفات اللي تحبوا ان انا اعملها معاكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.